أهلا وسهلا بيكي، أتمنى إنك تكوني بخير وفي سلام. أيوة، زي ما أنا كاتبة كده في العنوان، كل اللي محتاجاه قلم كحل بس. وحتى لو ما حطيتيش مكياج قبل كده، الطريقة دي من سهولتها هتخليكي تحبي ترسمي ايلاينر كل يوم، حتى من غير ما تحطي أساس لعينك. في نهاية الفيديو هحط لكم كذا ماركة لأقلام الكحل، بس انتوا عارفين إن أنا دايما بنصح بالتوفير، استعملوا أي كحل عندكم في البيت. هنلزق حتة اللزق بتاعتنا اللي بترحمنا من التركيز في إن إحنا نظبط خط الآيلاينر. أي لزق، بس جربيه على إيدك الأول مرتين تلاتة كده عشان يبقى خفيف على جلد عينك. هنلزقه عند الزاوية الخارجية لعيننا وفي اتجاه خط الآيلاينر اللي المفروض يكون مناسب لرسمة عينينا. هنمشي بالكحل من على طرف اللزق بالظبط لحد خط الرموش ونسحبه تقريبا لغاية نص العين، وهنعمل خط تقيل ولازم يكون الخط ده بيلمس طرف اللزق. نمشي بالكحل على اللزق ونتأكد انه لمسه ونوصل بيه لغاية نص العين تقريبا. انا هنا استعملت فرشة دمج صغيرة وابتديت ادمج خط الكحل في اتجاه زاوية العين الداخلية علشان اخليه يكون مموه شوية، وكمان من عند اللزق بخرج لبره عكس اتجاه العين علشان أبدأ أشكل ديل الآيلاينر. خدوا بالكم إن الدمج بطريقة المسح الخفيف بالعرض رايح جاي، بلاش طريقة الدواير لأنها هتعمل لنا بقعة. نتأكد من إنه بوزع كويس وما بسيبش أي فراغ ما بين الكحل وما بين اللزق، وكمان ما بين الكحل وما بين خط الرموش. وعلشان الدمج هيخفف لون الكحل هرجع أزود الكحل مرة كمان علشان يكون اللون أسود مش رمادي، لكن انتي لو عاجبك الدرجة دي ممكن توقفي هنا وتعدي الخطوة اللي جاية. تقلت الأسود شوية وهعيد على الخط مرة كمان، بس المرة دي الدمج مش هيبقى كتير، كمان علشان أحافظ على التمويه اللي في الطرف اللي فوق في الرسمة. وبرضو زي ما قلت لو انت عايزة ممكن تقفي بعد الخطوة دي كمان، لكن أنا عايزة لوك إكسترا شوية أو أوفر زي ما بنقول، فهزود الكحل للمرة التالتة وهطبطب عليه بطريقة خفيفة قوي وأسيبه أسود واضح زي ما هو. ودلوقتي الماسكارا. لما نرسم ايلاينر مهم قوي انك تركزي على الطرف الخارجي للرموش، سواء رموشك او حتى لو رموش تركيب. حاولي دايما الطرف الخارجي للرموش يكون مسحوب مع خط الايلاينر علشان يعززه وكمان يدي وسع للعين، وبالعكس الرموش اللي تحت تتأكدي إنها نازلة لتحت مش طالعة لفوق علشان تفتحي زاوية العين وتبان عينك أوسع. وبالنسبة لأنواع الكحل، لو انتوا عايزين اقتراحات هحط لكم دلوقتي كام ماركة، منها غالي منها رخيص منها ووتر بروف منها مش ووتر بروف، وانتوا اختاروا على حسب اللي انتوا عايزينه. صوروا الماركة، حطوا اسمها على جوجل وشوفوها بتتباع فين في منطقتكم أو في البلد اللي انتوا فيها وسعرها كام، لأن طبعا كل بلد بتختلف عن التانية. وبكده الفيديو يكون خلص، أرجو إنه كان مفيد بالنسبة لكم وأشوف وشكوا على خير. باي.